أهلا بيكم فيديو جديد مع عزة زكي والنادي الملكي. لا تنسوا في البداية دعم القناة باللايك والشير. النهارده هنتكلم على بعض النقاط باختصار عشان ما اطولش عليكم. أول حاجة اللي هو قصة بودينزا اللاعب اللي كان يتعاقد مع الزمالك وعمل معاه عقد إلكتروني. بيرسل بعض الوكلاء أو الوسطاء إلى نادي الزمالك عشان يحل الموضوع ودي أو عشان يرجع نادي الزمالك مرة أخرى، ولكن نادي الزمالك رافض تماما قصة رجوع بودينزا إلى نادي الزمالك. ولكن رئيس نادي بوخارست بيقول احنا بيننا وبين الزمالك قضية في الفيفا، ونتعهد ان احنا نقدم بعض الاوراق عشان نستخرج بعض بطاقة دولية عشان يقدر اللاعب يلعب معانا في الدوري. بعد كده النقطة الثانية ايجي اوفورا او اوفي اوجورا، اللاعب النيجيري من اصول نيجيرية اللي مستر جوميز مقتنع به تماما، ولكن في تخوف من مجلس الإدارة بمستوى اللاعب لأن اللاعب له حوالي سنة ما لعبش كورة. فجوميز اتبعتت له تذاكر الطيارات ويجيه القاهرة، وصل القاهرة فيختبر، فطبعا هيقوم طبيب محمد أسامة بإجراء الكشف الطبي عليه مرة واثنين للتأكد من الحالة البدنية والحالة الصحية له، وفي حالة نجاح الكشف الطبي عليها يقيد في القائمة في قائمة الفريق الأول. بعد كده النقطة الثانية الزمالك معترض على موعد المباراة الأولى مع فريق بيراميدز في السوبر المصري في الإمارات. دي بتكون يا جماعة الساعة 5، فالساعة 5 بتكون الرطوبة عالية وكمية المياه في الجو كتير، فبتأثر على اللياقة البدنية للاعيبة، فممكن تبقى الساعة 7 الساعة 8 عادي، يعني ما فيش اي مشاكل. يعني لو طلب من الاتحاد المصري او اتحاد مجلس ابو ظبي اللي هم منظمين المباراه ممكن يغيروا ميعاد المباراه. بعد كده النقطه اللي بعد كده الاهلي يرفض رحيل القندوسي مجاني. بعد الزلزال اللي عمله القندوسي في النادي الاهلي وقلب الدنيا، القندوسي عايز يرحل مجاني بدون اي مقابل، ولكن الاهلي رفض تماما عشان يستفاد منه اكبر استفاده. بعد كده عايز أسأل كابتن شوبير. كابتن شوبير كان شغال في قناة اون تايم سبورت، وبعد ما طرد منها اشتغل في قناة الأهلي. قناة الأهلي دي قناة فئوية، يعني تخص مجموعة من الجماهير اللي هي جماهير النادي الأهلي المحترم. طب أنت في البرنامج بتاعك مالك ومال الزمالك؟ بتجيب سيرة نادي الزمالك ليه؟ نادي الزمالك عامل لك ايه او حرجك عامل ايه معاك؟ ايه اللي عملوا لك نادي الزمالك انت تجيب سيره نادي الزمالك بالاخبار الصح والكذب؟ احنا عارفينك من طول عمرك يا كابتن شوبير بتكره نادي الزمالك، احنا بنبادلك نفس الشعور على فكره. احنا ما بنحبكش اصلا، فيا اخي اختصرنا لوجه الله، مالك بينا؟ الهدف يا اخي اللي جابه ناصر منسي فيكم في الاهلي قلب الدنيا، قلب كده في الجزيره، شياط وحرجان وتعاقدات ورشاوي وعمولات، كله ده حصل في الجزيرة عشان هدف، عشان بطولة خدها الزمالك منكم. الله، امال الزمالك لو كامل، امال الزمالك لو ما فيش مشاكل وما فيش حل مجلس ادارات وما فيش فلوس وما فيش كنتوا عملتوا ايه؟ لما الزمالك على رأي كابتن احمد حسام ميدو برجله نص وبياخد بطولات وبيجاوح وعامل لكم حرجان، امال لو الزمالك في وضعه الاساسي وما فيش مشاكل ومجلس اداره مستقر كنتوا عملتوا ايه؟ والنبي يا كابتن شوبير حل علينا، لانك انت مش هتقدر على السوشيال ميديا الزمالك. خلي الطابق مستور وخلي الدنيا ملمومه، وبلاش نقلب في الماضي، وخلينا ايه كده كويسين مع بعض، ومالكش دعوه بالزمالك ولا بجماهير الزمالك وبنادي الزمالك ولا باداره الزمالك ولا بلعيبه الزمالك. وشكرا.